هو انا مكتوب على وشي تعالى اتلمض وامشي؟ طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين؟ معلش مش هقول. ما هو معلش والله اصرفها منين؟ ما هو لو كل واحد عنده وعي هيبقى عارف ان هو ياخد باله وما يقولش معلش. تمام. يعني ايه وعي؟ تعالوا بقى نشوف اللمضين اللي معانا هيقولوا لنا يعني ايه وعي. تصحى من النوم، مش هقولك. مش فاهم يعني ايه وعي. وعي الحب مثلا. وعي اللي انا افكر في حاجه، اللي هو يطير بالهوا وله جناح طويلة جدا ويجي على الناس يطلع عليهم، يرمي وسخ عليهم ويقوم طاير وبعدين يروح. الوعي هو اللي يعني تكوني في الحقيقة. انت بقى عندك وعي؟ انا عندي ولا انت لا؟ ما اعرفش عندي ولا لا. انا مش عنديش وعي. ايوه عندي وعي. صاحبتي عندها وعي. انا عندي وعي. تعرف فين مكان الوعي ده؟ السرير اللي قاعدة في البيت. ما اعرفش. لا ما اعرفش مكان الوعي فين. الوعي جوانا. لا حاجة الساينس. حد قريب منك عنده وعي؟ مفيش حد عنده وعي. لا ما شفتش حد قريب مني عنده وعي. ما شفتش حد معاه وعي ولا حاجة. ابن خالتي عنده وعي. نعم يا اختي. كل الناس عندها وعي وخصوصا ولاد عمتي. تعرف احنا بنستخدم الوعي ده في ايه؟ نستخدم الوعي نستخدمه بإيدنا. معرفش. مش عارفة كده هو يوقف عقدنا. نستخدم الوعي في ايه؟ لا معرفش احنا بنستخدم الوعي في ايه. لما حد بيضايقني بفكر هو بيعمل كده ليه. سؤال ذكي جدا على فكرة. لما ببقى بفكر مثلا اي حاجة مضايقاني، لما ببقى مش لازم حاجة مضايقاني بفكر. شكلك فاهم يا نصة. مثلا بنستخدم مطبخ. يعني الوعي ده موضوع كبير قوي لانه ملوش مكان معروف زي التقدير بالظبط. احنا ما نعرفش مكان التقدير فين وبرضه ما نعرفش مكان الوعي فين، بس الوعي ده حاجة مهمة جدا في حياتنا. الوعي ده احنا بنستخدمه عشان خاطر نخلي حياتنا احسن. ازاي نبقى عارفين كل خطوة بنخطيها او كل حاجة انت تعملها في مكانها الصحيح ومكانها الصح علشان خاطر تخلي حياتك احسن. ازاي؟ ان انت ما تغلطش، لان غلطك ده بيخليك ان انت تبقى في مكان تاني غير المكان الصح اللي ممكن تبقى فيه في مكان احسن. فلازم تاخد بالك من وعيك، ان انت تتعلم كتير، تاخد بالك من غلطك، ان انت تبقى انت اصلا معترف بالغلط بتاعك علشان خاطر لما انت تعرف الغلط بتاعك هتقدر ان انت ما تكرروش. لان مش الصح ان انا اغلط واكرر الغلط، لا، اغلط عادي بس اتعلم من غلطي، وهو ده اللي بيخلي وعي صاحي واتعلم اكتر واكتر واكتر وابقى احسن واحد في الدنيا. طبعا اللمضين اللي معايا كلهم اشطر ناس بتتعلم بسرعه، وانا بحب اللمضين، وعشان انا لمضه وانتوا لمضين فاحنا هنبقى مع بعض على طول في البرنامج. استأذنكم بقى، ممكن بعد اذنكم تقولوا لي مين احلى لمض ولمضه معانا في الحلقه؟ هستناكم لايك وكومنت ويا ريت شير لو مش هيضايقكم. باي باي.